شادية تزوجت 3 مرات ولم تنجب، ومتى اعتزلت ومتى توفيت؟ ولدت شادية عام 1931 بمحافظة الشرقية. اسمها الحقيقي فاطمة كمال شاكر. أول زيجاتها من الفنان عماد حمدي عام 1953، وكان أكبر منها ب22 عاما. امتد زواجها منه 3 سنوات، وانتهى عندما صفع عماد حمدي شادية في إحدى الحفلات نتيجة غيرته الشديدة، فصممت على الطلاق منه. ثاني زيجتها لمدة عام واحد من الإذاعي عزيز فتحي عام 1957، وانتهى نهاية حزينة بعد مشاكل كبيرة بينهما. ثالث زيجتها وأطولها من الفنان صلاح ذو الفقار عام 1964. في البداية كان الثنائي متفاهم جدا، ليس فقط في حياتهم الأسرية بل وفي السينما أيضا. نجحوا معا في أحلى الأفلام، ولكن بسبب الحلم الذي لم يكتمل لشادية أن تنجب وتكرار فشل حملها، توترت العلاقة بينهم وانتهت بالطلاق عام 1974. اعتزلت شادية نهائيا الفن دون رجعة عام 1986، وارتدت الحجاب، وتوفيت عام 2017 عن عمر 86 عاما.